السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم يا جماعة دلوقتي في موضوعين مهمين جدا. أول موضوع كهرباء. ركز بس كده معايا عشان في كلام طلع جديد في موضوع كهرباء. الكلام ده لو حصل بجد يبقى كان الكابتن حسين لبيب بينيم كل جماهير نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب، الكلام ده لو طلع صح فانت كده كنت بتنيم كل جماهير نادي الزمالك ونجحت في مهمتك. ليه بقى؟ لأن بيقول لك إن في عضو من مجلس إدارة الكابتن حسين لبيب تواصل مع أشخاص عشان يبقوا وسطة لحل مشكلة الزمالك مع كهربا، وإن الزمالك هيوافق على تقسيط غرامة كهربا. الكلام كده رايح في داهية بجد يا جماعة، كده الكلام رايح في داهية. يعني أنت دلوقتي كنت عمال تقول قبل الانتخابات قضية كهربا دي قضية الجماهير، موقف كهربا أنا مش هقدر أتحكم فيه، الجماهير اللي تتحكم. دلوقتي بسبب الازمه اللي عندك وبسبب ان انت خايف ان فتوح مثلا يروح الاهلي وفي اتفاق بينك وبين مثلا حد ان انت تقسط الغرامه مقابل ان احنا نسيب لك فتوح وتعمل مسرحيه على الجماهير وتخلي فتوح يطلع يقدم اعتذار ويقول لك يا جماعه خلاص احنا هنلم الدنيا وفتوح ابننا وغلط. مش هتكلم انا في النوادي، مش هتكلم انا في الكلام ده، انا هتكلم دلوقتي في الخبر معايا المؤكد. بيقولوا ايه دلوقتي يا جماعه؟ اسمع بس كده وركز. بيقول لك ايه؟ صرح مصدر مقرب من محمود كهربا مفاجاه بشان غرامه كهربا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك المصدر المقرب من محمود كهربا كشف ان في تواصل فعلي حصل ما بين مسؤول من نادي الزمالك مع بعض الوسطاء لمناقشه الطريقه التي سوف يتم الدفع بها الغرامه في ظل الأزمة الطاحنة التي يعاني منها النادي. وأوضح المصدر أن مسؤول الزمالك وافق على طلب الوسطاء بتقسيط غرامة كهرباء إلى جزئين. بيقول لك إن مسؤولين الزمالك وافقوا على طلب تقسيط الغرامة بعد ما سمعوا محامي كهرباء بيقول لك إن إحنا ممكن ندفع الغرامة دلوقتي أو بعدين، ووارد جدا ندفعها بعد سنه واثنين وثلاثه. فبيقول لك ان الناس في نادي الزمالك محتاجين كل جنيه عشان يحلوا الازمه دي. كهربا قال لك ان الناس في نادي الزمالك بتعاني، بتفكر تاخد جروض وعندها قواضي كتيره ومشاكل فتح القيد وقصه، فالنادي دلوقتي محتاج لكل جنيه. فدلوقتي بيقول لك ان الناس اللي في النادي بتفكر ان هي ايه، تاخد مثلا نص الغرامه دلوقتي تمشي بيها الدنيا. مثلا نص الغرامه اللي هي ممكن مثلا تكون مليون و300 الف دولار ولا حاجه، يقول لك ايه، يودوهم لسبورتنج لشبونه يخلصوا ازمه القيد وكده. فبيقول لك في تفكير. ولكن يا جماعه بس انا بتكلم على الموقف. انت دلوقتي قبل الانتخابات طلعت في كل البرامج وطلع كل يوم ايه في قناه شكل مع مذيع شكل يقول لك ايه، غرامه كهرباء خط احمر، غرامه كهرباء مش عارف بتاعت الجماهير، غرامه كهرباء ايه وايه وايه وايه. انا بس بحاسبك على الموقف بتاعك، انت ليه ما تثبتش على موقفك؟ بس نسأل بس ونفهم. بس انا كل اللي عايز افهمه، انت ليه ترجع في كلامك؟ انت ليه بتدي وعود للجماهير في الاخر ما بتعملهاش؟ في الاخر تقول لك ايه، معلش يا جماعه استنوا. لا، ما احنا مش هنستنى. انت المفروض جاي فاهم الدنيا. انت نفسك طلعت قلت احنا عارفين الازمه اللي فيها الزمالك، احنا كل واحد ماسك ملف وبيحضر له وبيحضر الحلول، وواقفين بس على ايه، الفوز بالانتخابات. فما تجيش دلوقتي تغير كلامك. بصراحه انا بتكلم غلط، بتكلم بس بعقل ومنطق. ده يا جماعه اللي بتكلم عليه. انا بتكلم دلوقتي عن الموقف اللي حصل دلوقتي. ممكن بكره او بعد تلاقي مثلا حسين لبيب خد قرار كويس هطلع اشيد بيه. انا طلعت اشدت بيك في حوار ان انت حليت مشكله اسوريو، وكنت بهاجمك برضو لما مشيت اسوريو بطريقه عشوائيه ونسيت تجهز شرط الجزائي. انا يا جماعه بحاسبه على الموقف، انا ولا مع ولا مع ضد، انا مع نادي الزمالك بس، لا اكتر ولا اقل. يا ريت بس الناس تعرف انا قصدي ايه وبحامي عن مين. انا بحامي عن نادي الزمالك بخلاف اي رئيس يجي يمسكه. احنا كده كلنا مستنيين هنشوف هل الكلام ده صح ولا غلط. بس انا بقول لك السيناريو وبقول لك الحوار اللي دار. ما فاحنا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نستنى الايام الجايه هيبان فيها ايه. تاني موضوع يا جماعه وهو مهاجم النادي الاهلي. شفنا دلوقتي يا جماعه كلام كتير بيقول لك ايه، احمد امين اوفا، مروان حمدي، الكلام الناس دي كلها والاسامي دي كلها فعلا مترشحه للنادي الاهلي وبقوه كمان. ولكن في بعض المشاكل، فالنادي الاهلي حس ان هو ممكن ما يلحقش يجيب مثلا احمد امين اوفا في يناير مثلا بنسبه كبيره، مش هيجيب مروان حمدي. فالنادي الاهلي قال لك ايه، بدل ما انا هقعد اعمل كده ولسه هتفاوض مع مهاجمين ولسه هشوف مهاجم اجنبي ولا حاجه، فانا ليه اشقي نفسي؟ ما انا ممكن اجيب مهاجم من ابنائي وهيفرق معايا. والمهاجم ده اصلا اتظلم لما مشي من عندي، والناس كلها تشهد بكده ان اللعيب ده ما خدش فرصه كمان عند الاهلي. الناس كلها اتفقت ان اللعيب ده لو كان خد فرصه زي مودريتس مع كوار كان ممكن يبقى في حته ثانيه، خصوصا ان هو مهاجم سنه صغير ومن ابناء النادي الاهلي ومستواه حلو وراح منتخب مصر بعد ما يمشي النادي الاهلي. يعني ده بيدل ان هو خامه كويسه، ومن حاجه بس ان هي تحط في فريق زي النادي الاهلي بيعمل فرص كتيره، بيعمل هجمات كتيره ومحتاجه اللمسه. والمهاجم ده اللي لمسته حلوه
والفيش بتاعه حلو وبيمتاز بالرأسيات، يعني هيفرق جدا معاك. فدلوقتي يا جماعه بيقول لك اكد مصدر من داخل النادي الاهلي على دخول المهاجم احمد ياسر ريان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا في دائره اهتمام مارسيل كولر لضمه في الفتره المقبله. بص بقى التركيه اللي هناك دي، يذكر ان النادي الاهلي يحق له استعاده احمد ياسر ريان من سيراميكا كليوباترا في اي وقت مقابل 22 مليون يورو. يقول لك ان مارسيل كولر طلب من معاونيه اعداد تفصيلي عن المهاجم عشان ياخد قرار النهائي. مبدئيا كده يا جماعه التركيه اللي قلت لكم عليها دي، ان الاهلي كان مفكر لقدام، لان الاهلي باع احمد ياسر ريان وهو تقريبا سنه 22 سنه، فحاجه طبيعيه جدا ان المهاجم 22 سنه وارد جدا يتطور. فالنادي الاهلي حط بند في عقده وهو بيبيع سيراميكا ان انا ممكن ارجعه في اي وقت ومقابل 22 مليون يورو، عشان مثلا لو اتطور سيراميكا ما تقعدش يقول لك ايه مثلا ايه 40 50. فالنادي الاهلي كان عامل احتمال ان اللعيب ده ممكن يتطور، وعامل ايه وعامل حساب الحته دي، فقال لك انا اربط نادي سيراميكا قبل ما يقعد ايه يتنطط عليا بعدين. فالنادي الاهلي انا شايف ان هو في الشرط دون كانت حركه ذكيه جدا وحركه احترافيه جدا من اللي حط البند ده في العقد. والناس يا جماعه الاهلاويه بالذات عارفين ان احمد ياسر ريان من اكتر اللعيبه اللي اتظلمت في النادي الاهلي. احمد ياسر ريان جه في وقت ما خدش فرصه خالص، والناس اصلا تقول لك ايه الراجل لما كان بيلعب كان اداؤه حلو مبشر، والغريب ان هو مشي. ففي علامه استفهام هنا. فدلوقتي المسؤولين من النادي الاهلي قال لك ايه؟ قال لك ليه مثلا اتعب نفسي مع احمد امين اوفا وانبي برضه بتستغل الحته دي وعمال تعلي عليها السعر، ومروان حمدي ومهاجم اجنبي. مع احمد ياسر ريان ده مهاجم وقناص ومهاجم امكانياته عاليه وابني وممكن ارجعه في اي وقت وبمزاج، يعني مش محتاج اي مفاوضات. انا اخري هرمي ال 22 مليون يورو سيراميكا واللعيب يرجع ومات الكلام. فدلوقتي لجنه التخطيط من النادي الاهلي عرضت الملف على مارسيل كولر زي ما قلت لكم، ومارسيل كولر طلب ملف تفصيلي عن المهاجم عشان يحكم عليه. وبرده في تصريح بيقول لك ان في حاله موافقه كولر على اللاعب هيتم تفعيل البند واحمد ياسر ريان هيبقى اهلاوي مقابل 22 مليون يورو. فبس كده يا جماعه ده كان كل ايه ملخص الموضوع. فهل جماهير النادي الاهلي شايفه ان احمد ياسر ريان هو المهاجم اللي هيفرق من النادي الاهلي؟ وهل هم شايفين ان هو هيقدر يتحمل المسؤوليه الكبيره في النادي الاهلي، وخصوصا ان انت داخل على بطولات زي افريقيا وكاس العالم الانديه والكلام ده؟ الاهلي مثلا ممكن يجيبه مسكن لحد ما يجيب مهاجم تاني تقيل افريقي مثلا، الله اعلم. انا بس يا جماعه دلوقتي حكيت لكم الموضوع، وبرضه يا جماعه حكيت لكم موضوع الزمالك وكهربا والغرامه. فبس كده يا جماعه ده كان كل اللي عندنا النهارده من موضوع كهربا واحمد ياسر ريان. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده كان راي شخصي لاي حد، راي تاني كنا مفتوح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.